سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه طريقه التفصيل والخياطه ديال هذا الفستان ديال المحجبات او كسوه بكتاف طايحين، وكتجي واسعه وبثلاث طبقات. وبالنسبه لهذا القياس هذا كيلبس طاي ستوندار فما فوق. بالنسبه للثوب كنحتاجو فيه 3 متر على متر ونصف في العرض. اول حاجه كنطوي الثوب على العرض ديالو على 4 بحال اللي موضح في الورق، وكنجي للراس ديال الثوب وكنحط نصف القياس ديال الكتف اللي عندي فيه 19 سنتيم، وكندخل في العنق ب 8 سنتيم، وكنطيح الكتف ب 3 سنتيم، وكنرسم خط. وكنزيد في هذا الخط هذا قياس اللي غنطيح به الكتف اللي هو 14 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه. وكنهبط في التركيز ب 22 سنتيم، تقدروا تهبطوا حتى ب 25 سنتيم. وكندخل ب 3 سنتيم، وكنهبط كذلك ب 3 سنتيم، وكنلاقي هاد النقط هادو بشكل دائري، وكنرسم خط اللي غادي تكون فيه داك التقطيعه اللي كتجي في حلمة الصدر، وكنزيد عليه سنتيمين ديال الخياطه، وكنهبط في العنق بسنتيمين وكنقطع. من بعد كنفصل القطعه ديال الامام عن الخلف، وكندخل في عنق الامام ب 12 سنتيم او 10 سنتيم على حسب الثوب واش كيتيرا ولا ما كيتيراش. وبالنسبه للطول ديال القطعه كامله عندي فيه متر و46 سنتيم. الطول ديال هاد القطعه اللي فصلنا 31 سنتيم، كنقصوها من متر و46 كتبقى لينا متر و15 سنتيم. الا كنا غنديروا 3 طبقات غنقسموها على 3 كتعطينا 38 سنتيم. كنزيدوا عليها سنتيمين ديال الخياطه، وكنديروها في الطول ديال كل قطعه ديال الصايه. كنحيد هاد الزوائد ديال الثوب، وكنحل الثوب المتبقي وكنطوي على 4 باش غادي نفصلو الكمام. بحيث يكون عندي في هاد القياس هذا 30 سنتيم، وكنحط التركيز ديال القطعه على الراس ديال الكم بحيث يكون عندي متوازي بهذا الشكل هذا. وكنطراسي على هذا القياس ديال التركيز، وكنزيد فيه 3 سنتيم على حسب الكشكشه اللي غندير في الكمام. الا ما كنتوش غديروا الكشكشه ديروا غير على حسب القياس اللي عندكم في التركيز. بالنسبه للطول ديال الكم عندي فيه في طول الكم العادي 60 سنتيم، كنقص منه ديك 14 سنتيم اللي زدنا في تطيح هذا الكتف، وكيتبقى لينا في الطول ديال الكم 49 سنتيم. كنزيدوا عليها 3 سنتيم او اكثر ما بين الخياطه ولوغلي ديال الدوره ديال الكم. من بعد كنحل الثوب وكنعاود نطوي على الجهه التحتانيه. هنا غادي نفصل القطعه الثالثه من الصايه اللي كتجي لتحت واللي كتكون هي اعرض قطعه، وكنطوي الثوب على 4 على العرض ديال الثوب المتبقي اللي عندي فيه 76 سنتيم، وكندير في الطول كما قلنا في الاول 38 سنتيم زائد سنتيمات ديال الخياطه.
من بعد كنعاود نحل الثوب وكنحيد هاد الزوائد هادو، وكنطوي على 4، ودائما كنبدا الفصاله من اسفل ديال الثوب. بالنسبه للطول كندير 38 سنتيم زائد سنتيمين ديال الخياطه، والعرض كيتبقى لينا 47 سنتيم. ونفس الشيء القطعه الاخيره، الطول ديالها 38 سنتيم زائد سنتيمات ديال الخياطه، والعرض كيتبقى لنا فيه 41 سنتيم. بالنسبه لهاد الزوائد هادو ديال الثوب كنديروا بهم القلبات ديال الامام والخلف. من بعد ما قطعت القطع ديالي وسرجيتهم كنبدا الخياطه، وكنحط القلبه او السجفه على القطعه ديال الامام. دائما كنخيطوا وجه الثوب على الوجه، ونفس الشيء القطعه ديال من بعد كنحط الجهه ديال الامام على الظهر، وكنجمعوا الكتاف بهذا الشكل هذا كما موضح في الصوره.
من بعد كندوزو الخياطه ديال الاكمام، وكنجي للنصف ديال الكم وكندخل من هاد الجهه هذه 7 سنتيم، كذلك من الجهه الاخرى ب7 سنتيم، وكنجيب الكم كنقسمو على 2 وكنحط النصف ديال الكم على النصف ديال الكتف. كنخيطوا الكم ديالنا، وحنا كنخيطوا حنا كنديروا داك لي بلي في داك المسافه اللي خلينا فيها 7 سنتيم. من بعد كنجمع الجوانب وكنخيط الدوره ديال الكمام. من بعد ما خيطت هاد القطعه ديال الفوق كنقسم هاد الدوره هادي على 4. من بعد كنجيب القطعه ديال الصايه وكنخيط الوجه على الوجه ديال الثوب. هنا كنخيط الكشكشه في كل جهه من القطع. بقلي ودرت معكم الخياطه ديال الكشكشه بالماكينه في الفيديوهات السابقه، غادي تلقاو الطريقه في صندوق الوصف. من بعد كنقسم هاد القطع على 4 وكنجيب القطعه ديال الفوق
وكنلاقيها مع القطعة الأولى من الصاية، ونفس الشيء القطعة الثانية والثالثة. هكا كنكونوا سالينا من الخياطه ديال هذا الموديل. نتمنى انه ينال اعجابكم وتطبقوه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.